السلام عليكم. انت شوي دمياطي يابا؟ والله يعني يا باشا على حسب انت عاوزه ليه. هو ايه اللي على حسب؟ انت ولا لا؟ انا يا باشا ذلك الشخص خير ان شاء الله. تعرف واحد اسمه عماد الدمياطي؟ عماد الضماطي؟ لا انا اول مره اسمع الاسم ده يا باشا في حياتي. ازاي يا عم؟ ده القهوجي بيقولوا ان هو ابن جدك وانتوا الاتنين راسين في طاقية. يا باشا اشاعات كلها، انا ما اعرفوش الا معرفه سطحيه كده. هو سرق منك حاجه ولا؟ سرق مني؟ ليه؟ هو معروف ان هو حرامي. لا انا ما اعرفش حاجه يا باشا بص يا فخم، قول لي بس انت عاوز ايه وانا يا اظبطك. عم انا بسأل لا عشان متقدم لاختي. عماد الدمياطي، لا يكونش قصدك الشيخ عماد الدمياطي؟ لا يا عم، ما هوش شيخ ولا حاجة، ده سنه صغير. يا جرع هو ده امام الجامع بتاعنا رغم صغر سنه، عارف معنى انه من قلبه وروحه دمياطي. لا والله، يعني هو محترم وكده ولا ايه؟ يا جدع عيب عليك، ده بيحفظنا القرآن في وقت فراغه، ده حافظ مصحفين لوحده دي. بس انا سمعت ان هو بخيل وجيفه. يا عمي شهادات كله ده بالكرم كله، بالك انت لما بنبقى معزومين عندهم ما بيحاسبناش على الشاي، بيحاسبنا على الاكل بس. يعني نتكل على الله ونوافق على الجوازة؟ يا باشا مش مهم انتوا توافقوا، المهم ان هو يوافق عليكم، ده هو الحته النظيفه اللي في دمياط يا شيخ. لا والله للدرجة دي؟ يعني شخص يا محترم. عم القرآن انت اختك محظوظه انها تتجوز، ايه رايك بقى؟ ادب اخلاق اموال صفار. سفر ايه؟ طب انت تعرفه كويس كده منين يعني؟ يا عم ده خير روح بالروح، بقالنا 5 سنين من ساعه ما كان متقدم لاختي نفيسه ورفضناه.